شايفينه، هذا زغلول حمام اليوم مولود لسه فقس. طبعا امه هجته وزتته من القفص، مش عارفين شو بنساوي. هاي اول مرة احاول اطعمي زغلول حمام، ولقيت اضبط طريقة عن طريق الشلمون زي هيك. تحط فيها الحب وتفتح تمه، بس ننتبه للسان طبعا. هياته شايفين كيف هيات الحبة تدخل جوا، وبعدين اذا ما بلحهاش ممكن انه نوصلها للاخير. على طرف المنقار ببلحهاش، لازم توصل للاخير مشان هاي. واحنا بنقول يا رب تنجح الطريقة. وهياتها ببلش ينزلن. هاي في كم حبة صارت، وصار هذا طبعا مش حنقدر نطعميه كتير، نطعميه حبتين حبتين مبدئيا، كل ساعتين ثلاثة نطعميه كم حبة حتى ربنا يكرمنا ويكبر ويصير نطعميه بطريقة كويسة. ونفس الآلية، بس بطلنا نطعميه بالسرنجة، صرنا نطعميه بالمعلقة، لأنه تقريبا صار يساعدنا في الأكل. وتقريبا كل له 3 أو 4 وجبات في اليوم، بس لازم إنه نحط له دائما معاه مي مع الأكل. هاي مي. هيك أنت بتحافظ على حياة الزغلول في حال إنه أمه رفضته، أو إنه لقيته، أو توفت أمه. هيك نقول يا رب إن شاء الله ينجح، وإن شاء الله تكون معلومة فادتكم. وبس يكبر شوي إن شاء الله إذا ظلوا عايش بنعمل لكم فيديو ثاني. وهاي الزغلول رجعنا لكم نصور. هاي الزغلول بعد ما صار عمره 25 يوم. هاي شايفين كيف صار أكله ياكل أسهل، صحته كويسة وما شاء الله عنها. هذا الفيديو عملناه مشان الناس ما تقطع الأمل من الزغاليل بالمرة. اللي عنده زغلول ومات ما يقطع الأمل منه بالمرة نهائيا، ويحاول قدر الإمكان يطعميه. شايفين كيف هاي آخر شي هيا عملوه لحاله صار. ها، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا، ولا تنسوا الإعجاب بالصفحة، تعطونا لايك وشير.